أنا آه، طبعا أول مرة أنا أسحر بعد أحداث 8 يوليو، وعايز أقول كلمة قصيرة. جيت زحرت في الخرطوم بعد ما مشيت كونغو بالأرجل، ومن كونغو طلبت من الحكومة الكونغولية أن أجي الخرطوم لأواصل العلاج. دي بعد ما الموافقة رئيس الجمهورية، وأنا أشكره الحكومة السودانية بأن أجيب له أجي الخرطوم وأجي أتعالج، لأن كان مشيت مسافة طويلة جدا من جوبا إلى أدغال كونغو. في بداية كلمتي عايز أشكر الرئيس، وعايز أشكر الحكومة والشعب السوداني لأن استضافوني، وأنا الآن اتعالجت وأنا على تمام الصحة. وأنا أشكر الإخوة الدكاترة اللي عالجوني في المستشفى، الدكاترة وكل من اشترك في أن أنا أعيد صحتي. والآن أنا مغادر البلاد إلى جنوب إفريقيا لمزيد من فحوصات. مش أنا ما شفيت، أنا شفيت الحمد لله، ولكن دكتوري موجود في جنوب إفريقيا، دكتوري الخاص هقابله، وبعد ذلك أغادر جنوب إفريقيا. عايز أتكلم شوية عن أحداث 8 يوليو. طبعا كان دعوني لاجتماع في الرئيس الجمهورية جنرال سلفا كير، كان دعاني للاجتماع عشان نحن نناقش الأمور اللي بخص الدولة. أنا ما كنت عارف أن كان في مخطط لاغتيالي في الغص، وذلك يعني في خلال 45 دقيقة من ما نحن دخلنا الاجتماعات فوجئنا كلنا، وأنا خاصة بالنيران كثيفة، اشتباك بين القوات، وخاصة الحرس الجمهوري اللي بتخصني، والحرس الجمهوري اللي بتخص رئيس الجمهورية. هذا الاشتباك أخذ مدة تقريبا ساعة لحد ما هم براهم وقفوا الاشتباك. لمن كشفوا عنا العملية ممكن تنتهي بالرئيس وأنا وآخرين اللي كانوا موجودين. عموما نحن خاطبنا الأمة في ذلك اليوم، لأن كان كنا الرئيس كان عنده خطاب لذكرى 9 يوليو، شاركت معه، ونحن قلنا جميعا بأن يجب تحقيق الحادث. ومنه طلعت مشيت بيتي منزلي. اليوم الثاني كان المفترض أن نحن نتقابل، هو أجل الاجتماع يوم السبت ليوم الاثنين، لكن يوم الأحد فوجئنا بهجومات على المنطقة اللي نحن كنا قاعدين فيها. وأنا حتما قمت انسحبت من المنطقة، والاشتباكات ده استمرت يوم الأحد ويوم الاثنين. أثناء الاشتباكات أنا كنت في اتصال دائم
بالرئيس الجمهورية، لأن كنا بقول له أن يجب علينا أن نوقف هذه الاشتباكات، ولكن حتى الساعة 6 هو كان مصر أن لا بد يأخذ المناطق اللي احنا كنا قاعدين فيها في جوبا، وفعلا الساعة 6 أخذوها، ومنه أعلن وقف إطلاق النار. نحن كان اتفقنا أنه هو إذا طالما قواته في الهجوم إذا هو أعلن وقف إطلاق النار أنا طوالي I will reciprocate، وفعلا عملتها. لما شفت الوضع وأنا في حديث معه أن يجب علينا أن نجتمع، ما كان في أي فرصة لنا عشان نحن نجتمع. قررت أنا أسحب القوات معي، وأنا فعلا سحبت القوات، مشيت جنوبا للمنطقة باريا، ومنه مشيت يي، وبعد ذلك شفت أحسن أنا أستمر وأخرج، لأن كان في قوات تطاردنا برا، وكان في قوات جوية تقذف على المناطق اللي كنا فيها. هذه العملية أخذت تقريبا 37 يوم لحد ما نحن وصلنا أدغال كونغو. في كونغو اتصلت بالحكومة الكونغولية عبر بعض من الحكومات في الإقليم، واتصلت بالأمم المتحدة وطلبت منهم أن يسحبوني والقوات اللي كانت معي من الأدغال إلى مناطق آمنة. دي كانت الطريقة أنا خرجت فيه. طبعا بعد ما أنا طلعت من المستشفى جاني إخوة كتير زاروني، من بعض منهم زملائي في جامعة الخرطوم، بعض منهم عرفتهم في مجالات أخرى، وأنا مشكور لهم جدا جدا بأن لما يعرفوا أن مرضت وأنا قاعد في الخرطوم وزاروني. شكرا جزيلا. وطبعا نحن كمكتب سياسي للحركة الشعبية المعارض اجتمعنا ووصلنا لقرارات. أولا لاحظنا أن ما في مبادرة لإنغاز الاتفاقية حتى الآن، أو قول حتى أمس نحن ما شفنا أن في أي مبادرة من الإقليم أو من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لإنغاز الاتفاقية. من جانبنا الاتفاقية انحارت، من جانبنا الحكومة الوحدة الوطنية انحارت من أحداث يوليو. لذلك كنا متوقعين أن حتكون في مبادرات أو مبادرة على الأقل من الإيجاد أو من الاتحاد الإفريقي أو من الأمم المتحدة لإنغاز الاتفاقية بداية، لأن الاتفاقية ما موجودة، انحارت. والحكومة الموجودة في جوبا الآن ما الحكومة الوحدة الوطنية، دي نظام جديد كونوا رئيس سلفا كير بعد الأحداث يوليو. نحن قلنا إذا في مبادرة سياسية نحن على بنحب أن يكون في حل سلمي سياسي للقضية وخاصة لإنغاز الاتفاقية. إذا ما موجود already رئيس سلفا كير أعلن حرب ضدنا، ونحن حنقاوم. قلنا حننظم أنفسنا قواتنا عشان تقاوم الحكومة ده، حتى إذا
أدى إلى إطاحة هذه الحكومة. نحن لا نريد العنف. رئيس الفكير هو الأول بدأ العنف، وخاصة في قصر الجمهوري، واستمر حتى اليوم. بيحاول أن وهو بيضرب قواتنا في اشتباكات كثيرة في الاستوائية الكبرى وفي أعالي النيل وفي غرب بحر الغزال. نحن ما مسؤولين بذلك. وحتى في الفترة أنا كنت في طريقي إلى كونغو، الحكومة كانت مستمرة في عملياتها. نحن ما سبب العنف، ونحن ما قلنا أن خيارنا الأول استعمال العنف. نحن قلنا خيارنا الأول حل سياسي. إذا في مبادرة سياسية لإنغاز الاتفاقية نحن ملتزمين بالاتفاق.